ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. طبعا كلنا عارفين ان كوكب الارض بيطلق عليه لقب الكوكب الازرق، وده بيرجع لما يحتويه من بحار وبحيرات وانهار ومحيطات مائية شاسعة، واللي اصلا بتعتبر نادرة في الواقع. لكن اللي اغلب الناس مش عارفاه هو ان الارض ما بتعتبرش الوحيدة اللي بتمتلك الماء، لكنها هي برضه الوحيدة اللي النار اتكونت فيها. فعلى الرغم من احتمال وجود البراكين اللي بتقوم بدفع الصحاري السخنة على سطح كوكب الزهرة، واللي بيعتبر الكوكب الأكثر سخونة في النظام الشمسي، لكن برضه ما كانش فيه أي مصدر للنار هناك، ولا حتى على عطارد ولا على كوكب المشتري ولا على أي من الكواكب التانية المحيطة بينا، أو حتى بالشمس أو بأي نجم تاني كمان. وفي الواقع لمليارات السنين من تاريخ الأرض النار دي ما كانتش موجودة أساسا، والموضوع تطلب زمن طويل جدا لحد ما الظروف بقت مناسبة ليها، واللي تمثلت بشكل أساسي في غاز الأكسجين. فمن حوالي 2 مليار و400 مليون سنة كان الغلاف الجوي للأرض على الأرجح عبارة عن ضباب كثيف من غاز الميثان نتيجة ظهور الحياة البكتيرية على الكوكب. لكن بعد كده حصل حدث الأكسدة العظيم أو The Great Oxidation Event، لما بدأت البكتيريا الزرقاء القديمة أو السيانوبكتيريا في إنتاج الطاقة من ضوء الشمس وإطلاق الأكسجين في الغلاف الجوي. ومن هنا بدأ الأكسجين الجزئي في التراكم، وعلى الرغم من وجود عدم تركيز كافي منه لحدوث الاحتراق، إلا إن من المحتمل إن كارثة الأكسجين دي تكون هي اللي أدت لزعزعة استقرار الميثان وتطهيره وانهيار الاحتباس الحراري، وبالتالي الأرض بقت باردة جدا وعديمة النار كمان. لكن بعد كده تم امتصاص الأكسجين الزيادة عن طريق الحديد اللي كان موجود في القشرة الأرضية، والاتنين كونوا أكسيد الحديد اللي فيما بعد غرق في قاع المحيط، لكن تم دفعه للسطح مرة تانية. وزي ما احنا عارفين فالنار بتتكون لما الوقود القابل للاحتراق يتحول لغاز في وجود الأكسجين الثنائي عند درجة حرارة عالية جدا. والاحتراق ده المفروض انه بيكسر الذرات الموجودة في جزيئات الوقود وبيعيد ربطها مرة تانية بذرات الأكسجين، وده بيؤدي لإنتاج جزيئات جديدة كمنتجات ثانوية. ومن حوالي 430 مليون سنة كان في سجل أحفوري دقيق جدا للحياة على الأرض، فكان في كروات نباتية صغيرة ولامعة في رواسب العصر السلولي العلوي والدفون السفلي واللي اتسمت بالباكيسيكا، بالإضافة لنوع منقرض من الفترات الأحفورية الأرضية واللي طوله بيوصل ل9 متر واللي معروف باسم البروتوتاكسيايتس. ويقال إن هما ما كانوش بيقوموا بعملية البناء الضوئي نظرا لعدم امتلاكهم أوراق ولا بذور ولا جذور من الأساس، وبالتالي بمجرد ما قاموا بجذب الضوء واشتعلت النار فيهم ظهرت أول حرائق الغابات في العالم كله. وبعد 70 مليون سنة من الحدث ده بنجاية اتشكلت والنباتات اتفرقت واتنوعت وظهر عصر جديد واللي كان معروف بالعصر الكربوني، واللي شهد نمو هائل واستعمار النباتات للأرض، واللي أثر بشكل كبير على الغلاف الجوي بتاعنا، لأنها اتسببت في زيادة مهولة في عملية التمثيل الضوئي من ما أدى لارتفاع الأكسجين في الغلاف بشكل حاد جدا. فحاليا الأكسجين بيمثل 21% من الغلاف الجوي، لكن بالعودة للعصر الكربوني هنلاقي إنه كان بيستهلك ما يقارب 35%. والذروة دي ساهمت في زيادة حجم المفصليات المختلفة بما في ذلك الحشرات والديدان الأليفة والعقارب كمان. لكن الأهم من كده هو إن الحرائق بدأت بسبب ضربات البرق أو النشاط البركاني واندلعت بسبب ارتفاع الأكسجين، والعلماء بيرجحوا إن أطولها تعدت 100 متر وقتها. وخلال العصر الكربوني كمان كان نمو نباتات الأوراق الحقيقية واسع النطاق، بس معدلات تحللها كانت أبطأ بكتير، وبالتالي النار قدرت إنها تتنقل من شجرة للتانية عن طريق الأوراق بتاعتهم. ومن أكتر النباتات تحديدا كانت الليكوفايتس، واللي تضمنت النباتات الحرشفية الشبيهة بالأشجار واللي بعضها نما لارتفاع أكتر من 40 متر. وبعد كده جه العصر البرمي، وهو فترة جيولوجية ونظام طبقي امتد بحوالي 47 مليون سنة من نهاية العصر الكربوني. وظهرت الأشجار اللي بتصنع البذور، وبدأت الغابات في الانتشار في جميع أنحاء العالم. وبعدين نشأت أشجار الصنوبر من حوالي 150 مليون سنة في نص عصر الميزوزويك، وانتشرت عبر القارة الشمالية ليوراسيا أثناء العصر الطباشيري.
وحاليا معظم انواع الصنوبر بتقدر تطور مخاريط سميكة وصلبة واللي بيتم لصقها بمادة صمغية قوية، والبعض منهم اغصانه السفلية بتتساقط علشان تمنع النار من الوصول للتيجان وحرق جميع الاوراق الحية، وبالتالي ده اللي كان بيساعدها على التكيف مع معظم الحرائق اللي موجودة هناك. وبعدين من حوالي 65 مليون و500 ألف سنة في أواخر العصر الطباشيري اصطدم كويكب كبير جدا بالمكسيك، واللي أدى لحدوث تسونامي هائل واللي كانت واحدة من أكبر الموجات على الإطلاق. وبعدين في نص الوقت ده اشتعلت حرائق الغابات على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة تأثيرها، وكميات مهولة من الكيلومترات المربعة من الحطام ارتفعت في الهواء وبعدين نزلت على أشكال أمطار مرة تانية. وطبقة الفحم غطت الكوكب بأكمله تقريبا في أعقاب الاصطدام، وتم إزالة الغابات بالكامل. وبعد ملايين السنين الأرض استعادت نفسها مرة تانية ونشأ النظام البيئي الجديد واللي تمثل المراضي في الأراضي العشبية، واللي نشأت في الأصل خلال فترة التبريد وتجفيف المناخ العالمي، واللي حدثت خلال حقبة الحياة الحديثة. والأعشاب بصفة عامة بتحافظ على معظم أجزاء جسمها تحت الأرض بحيث إن فرصة وصول النار ليها بتكون ضئيلة، لكن الجزء العلوي منها بيتعرض للشمس، وده ممكن يؤدي لحرق وموت الأنسجة بتاعتها تحديدا في فصل الخريف، بس ده بيخليها أكتر سماكة وبيمنع البراعم من اختراقها. والنار دي برضه بتدفي التربة وبتقلل من مخلفات الأوراق اللي بتتراكم كل سنة، وده بيسمح لأشعة الشمس بالاختراق وبيؤدي لارتفاع درجة حرارة التربة لزيادة النشاط الميكروبي اللي بيطلق العناصر الغذائية من المواد النباتية المتحللة اللي بتحتاجها الأعشاب والزهور الجديدة للنمو. ده غير كمان إن النار بتقتل منافس الأعشاب الرئيسي واللي بيتمثل في الشجيرات والأشجار الصغيرة، وطبعا من غير الحرائق دي الأرض العشبية هتتحول لغابات، وده هيؤدي لخسارة الآلاف من الأنواع النباتية المختلفة. والنظم البيئية للأراضي العشبية بتحتوي على مجموعة متنوعة من الحيوانات الكبيرة زي الزرافات والفئران الأفريقية والبايسون أو الثور الأمريكي ووحيد القرن الأسود، وكمان القوارض ذات الأقدام السوداء، بالإضافة لبعض المحاصيل زي القمح والذرة والأرز. ولفترة طويلة الباحثين ربطوا توسع الأراضي العشبية في أفريقيا بتطور العديد من السمات البشرية، بما في ذلك المشي على القدمين واستخدام الأدوات والصيد. وبكده نكون استنتجنا إن بدون الحياة لا يمكن للنار أبدا إن هي تكون موجودة، لكن في المقابل برضه النار بتشكل قوة لتجديد الحياة وتنويعها في كل نظام بيئي تقريبا. فما كانش هيكون فيه لا كهرباء ولا دفء ولا طعام مطبوخ، والمأوى والزراعة والتكنولوجيا بشكل عام مش هيكونوا قادرين على التقدم من غير النار. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.